هاي 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 لوماي. انت نمت؟ النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ بيتزا. بيتزا. تحب البيتزا؟ وانا كمان بحب البيتزا. يلا نشوف المقادير مع بعض. بعجينة هشة وطرية بمكونات بسيطة جدا. في بدائل طبعا، لو في أي حاجة مش متواجدة عندنا في بدائل. طريقتها هتعجبكم جدا، حشوات مختلفة وحشوات جديدة. هقول لكم على صلصة البيتزا بطريقة سهلة ومفيش أبسط منها. تركات الجبنة عشان تطلع معانا سايحة وما تنشفش في الفرن. تسوية البيتزا كل ده هتلاقوه في الفيديو، تابعوه للنهاية. هنا معايا معلقة ونص كبيرة من الخميرة، وعليهم معلقة ونص كبيرة من السكر. بضيفهم طبعا، هنضيف عليهم كوباية من المية الدافية، هنقلبهم كويس ونسيبهم على جنب لحد ما نكمل بقية المقادير بتاعتنا. دي خطوة مهمة عشان نضمن تفاعل الخميرة. هنا عندي كوباية من الزبادي ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وكوباية من اللبن، عليها معلقتين كبار من الخل. هنضيف هنا مقدار الخميرة بعد ما خمرت. هنقلب كل ده ونحط ربع كوباية من الزيت، زيتون أو زيت نباتي عادي جدا، مش مشكلة. هنحط هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. طبعا لو احنا عايزين نستغنى عن الزبادي واللبن عادي، بس هنبدلهم بمية. بس الخل أساسي يا جماعة، الخل بيدي طراوة حلوة أوي 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 للعجينة. هنقلب العجينة كويس بتاعتنا لغاية ما توصل معانا العجينة ملساء طرية، لا هي بتلزق أوي ولا هي يابسة أوي، يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنغطيها طبعا بستريتش وهنسيبها في المطبخ عادي، مش هنحطها في حاجة فرن سخن ولا أي حاجة، لأ كده الجو حر. دي الطماطم بتاعتي عشان نعمل صلصة البيتزا، حطيت عليها مية مغلية من الكاتل قبل ما أعجن العجينة. وبعد ما خلصت عجن بقى برجع لها بقشرها، بتتقشر معايا بكل سهولة وبساطة، مفيهاش أي مشكلة خالص، بتقشر سهل جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هكمل بقى باقي كمية الطماطم وهنشوف هنعمل ايه. هنحط بقى معلقتين كبار من الصلصة، وعليهم بقى نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الزعتر، نص معلقة من التوم البودر وبصل بودر، وعندي سكر معلقة كبيرة من السكر، والملح طبعا حسب رغبتنا، وعندي زيت زيتون أو زيت عادي يعني المتاح عندكم. طبعا لو في ريحان بنحب الريحان هنحط ريحان، يعني طبقا للصلصة الأصلية بتاعت البيتزا. هنرفعهم على نار عالية الأول، وبعد كده نهدي النار ونسيبها لمدة ربع لتلت ساعة لغاية ما تتسبك كده، وهتلاقوا الطماطم خلاص اتهرت يعني. ممكن ندهسها بالشوكة عادي أو نسيبها تبرد ونضربها في الكبة أو الخلاط، مش مشكلة خالص. أنا ما بحطش طماطم فريش في البيتزا، أنا بستكفى بالطماطم الموجودة هنا. صوص الرانش بطريقة سهلة وبسيطة، مكونات عندنا في البيت، مفيهاش أي يعني حاجات صعبة. معايا كوبايتين زبادي، هننزل عليهم بكوباية من المايونيز، وهنحط معلقة نص معلقة توم باودر، بصل باودر، شبت مجفف، بقدونس مجفف، وسكر طبعا معلقة كبيرة من السكر، وعندي عصير ليمونة و... وعندي بصل أخضر زي ما انتوا شايفين. ده كان عندي في الفريزر، أنا دايما بحب أشيل البصل الأخضر في الفريزر، بيدي طعمه حلو أوي ليها. طبعا همكس كل ده بالهاند بلندر أو بالكب عادي، هنضربه كويس وننعمه، هيوصل قوامه بالشكل ده. هنسيبه بقى في التلاجة ونكمل بقية المقادير بتاعتنا. إن العجينة بتاعتنا كانت خمرت وعملت بالونة كده بالاسترتش ده، خمرت يعني تخمير ممتاز. وهبط العجينة وابدأ أقسمها كور متساوية حسب أحجام الصواني. طبعا كلنا عندنا صواني أحجام مختلفة. كيلو الدقيق هيعمل لنا من 4 ل5 صواني حسب حجم الصواني، يعني 4 صواني لو هما مقاس 30، أكتر من كده لو هما مقاسات صغيرة. هنا عندي كرة العجين هحطها، ومش هحاول أفردها فرد كامل، أنا بس بططها كده وهسيبها 10 دقايق. طبعا حطينا زيت ودقيق الأول في الصينية، وده مهمين جدا عشان البيتزا بتاعتنا ما تلزقش وتاخد تسوية حلوة. بعد 10 دقايق برجع أفردها. شايفين بقى بتتفرد بكل سهولة، لا محتاجة فرادة ولا محتاجة احنا نفردها الأول بره ونرجعها الصينية، لا 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 خالص. بصوا هتتفرد تاخد شكل الصينية بشكل ممتاز. هنبدأ نضيف صوص الرانش بتاعنا. صوص الرانش ده كان طريقته يعني بيدي طعم حلو قوي قوي، ان احنا هنعمل تشيكن رانش.
هنبدأ نضيف قطع الفراخ بتاعتنا. دي قطع فراخ كنت مقطعاها تقطيعة صغيرة، يعني تقطيعة شاورما. وبقى عندي على النار بصلة، صفرتها وحطيت الفراخ بتاعتي، حطيت ملح وفلفل وزعتر ورشة كاري، وسبتهم بقى يستووا. يعني بسيطة يعني وسهلة، مفيهاش مشكلة. هنضيف الفلفل والزيتون والجبنة الموتزاريلا. التركة اللي بنعملها للموتزاريلا ان احنا بنضيف نص معلقة كبيرة من الزبادي، عليهم معلقتين كبار من اللبن، بقلبهم مع كيلو من الموتزاريلا، فبيديها طراوة حلوة قوي. وهنا بضيف ميكس تشيز، دي بجيبها من السوبر ماركت جاهزة، بتبقى عبارة عن شيدر ورومي وموتزاريلا. هنا هرش الزعتر أو دقة زعتر، بتدي نكهة حلوة قوي. وهندخلها على فرن سخن على درجة حرارة لمدة 5 دقايق على الصاج، وبعد كده برفعها 10 دقايق على الشبكة. هنا بضيف البيف بتاعي، هو معصج، لحمة معصج عادي، لحمة معصجة عادي جدا، مفيهاش أي مشكلة. يعني احنا نزلنا طريقة اللحمة المعصجة قبل كده. بنحط طبعا صلصة البيتزا، وبنحط البيف بتاعنا والفلفل والزيتون والجبنة. هنا حطينا تشيز ميكس تشيز هنا وزيتون. وهنحط بقى الموتزاريلا بتاعتنا. طبعا هعيد تاني، احنا الكيلو من الموتزاريلا حطينا عليه نص معلقة من الزبادي ومعلقتين كبار من اللبن، وبنقلبهم كويس، فده بيخلي في طراوة في الموتزاريلا، وبيخليها تسيح بسهولة جدا وما تنشفش في الفرن نهائي. هنا بيتزا هوت دوج، حطينا برضو صلصة البيتزا وحطينا شرايح الهوت دوج. طبعا بنحاول ان احنا نقطع شرايح الهوت دوج، يعني مش سميكة، نقطعها رفيعة بتبقى افضل يعني. ونحط الفلفل والزيتون والموتزاريلا بتاعتنا والميكس تشيز. انا الميكس تشيز دي تركة بحب اعملها في البيتزات كلها، تدي نكهة وطعم حلو قوي. دي البيتزا البيف اللي هي باللحمة المفرومة، طلعة خطيرة. بصوا الريحة والطعم والتسوية كله كان ممتاز. طبعا احنا الفرن بتاعي لو بيشتغل من فوق وتحت شغله فوق وتحت، انا الفرن بتاعي بيشتغلش فوق وتحت، فانا بسيبها. طبعا هي بتاخد اللون ده لوحدها، لو ما خدتش بفتح عليها شوية شوية. ما نحاولش ان احنا نطول مدة البيتزا في الفرن عشان ما تنشفش مننا، او بنطلعهم ونحاول ان احنا نغطيهم بعد ما نطلعهم بشوية عشان ما تنشفش البيتزا، مش نحافظ على الطراوة بتاعتها وطراوة الجبنة. بس صراحة هي كانت خطيرة، يعني أنا طلعتهم وكنت ما لحقتش طبعا ان انا اغطيهم او حاجة، بس كانوا فضلوا صراحة طرية، والعجينة كانت ممتازة ممتازة ممتازة. هنا البيتزا تشيكن رانش، حطينا صوص الرانش اللي احنا عملناه. بصوا هوريكم من تحت، بصوا شايفين البيتزا عاملة ازاي؟ سمكها حلو جدا، لا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة. بصوا احنا يعني ظابطين العجينة في كل صينية عملناها. دي كانت ميكس تشيز بقى، دي اللي بيبقى عليها طلب جماعي يعني في البيت عندي. بحط الصوص البيتزا عادي او صلصة البيتزا والفلفل والزيتون، وبضيف هنا بقى جبنة كيري او جبنة رودس. جبنة رودس ملح خفيف اللي هي طبيعي، قطع كده. وبحط ميكس التشيز اللي انا قلت لكم عليها، اللي بجيبها من السوبر ماركت جاهزة، مع الموتزاريلا بقى. دي بتبقى خطيرة، بصوا بتبقى رائعة يعني، وعليها طلب جماعي هنا في البيت عندي. أتمنى إن انتوا تجربوا وصفة البيتزا، صدقوني هتبقوا أساتذة في البيتزا لو جربتوها بالطريقة دي. وأتمنى إن انتوا تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي، وتفعلوا زر الجرس، وتسيبولي كومنت جميل ولايك حلو. أتمنى إن الوصفة تكون عجبتكم فعلا وتجربوها. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. باي باي.